أهلا بيكم. عمركم فكرتوا إزاي قارة واحدة بس ممكن يكون فيها صحاري جافة جدا وفي نفس الوقت غابات استوائية خضراء ومليانة مطر؟ النهاردة بقى هنفك مع بعض الشفرة دي، هنكتشف السر ورا التنوع المناخي العجيب ده، وهنشوف إزاي إن كل اللخبطة اللي بنشوفها دي في الحقيقة وراها نظام دقيق قوي بيحكم الكوكب كله. بالظبط كده، هو ده السؤال. وده مش مجرد سؤال في الجغرافيا وخلاص، لأ، ده هو اللغز اللي العلماء قعدوا سنين طويلة يحاولوا يحلوه. والإجابة بتاعته كشفت عن خريطة كاملة، خريطة غير مرئية بتحدد شكل الحياة في كل مكان على كوكبنا. ودي الأجندة بتاعتنا في رحلة الفهم دي. هنبدأ طبعاً بالسؤال الأساسي، وبعدها هنشوف إزاي العلماء قدروا يخلقوا نظام عشان يصنفوا المناخ ده، وهنكشف عن العوامل اللي بتتحكم في النظام ده أصلاً. ومن هنا هنشوف إزاي العالم متقسم لمناطق كبيرة، وبعدين هنستكشف شوية من الأقاليم دي عن قرب، وفي الآخر خالص هنلم كل الخيوط دي مع بعض عشان نفهم النمط الكامل اللي بيحكم كوكبنا. طيب، يلا بينا نبدأ. عشان نفهم الموضوع لازم نتخيل حجم التحدي اللي كان قدام العلماء زمان. كوكب كبير جدا عليه آلاف الأشكال من المناخ اللي شكلها عشوائي تماما، هنا مطر، هناك جفاف، هنا حر، هناك برد. كانت مهمة شبه مستحيلة. يا ترى في أي منطق أو نظام ورا كل الفوضى دي؟ وهنا بقى جت لحظة الاكتشاف العبقرية. العلماء لاحظوا حاجة غريبة جداً. لاحظوا إن مكان في غابات آسيا ممكن يكون نسخة طبق الأصل من مكان تاني في قلب أمريكا الجنوبية من ناحية المناخ، مع إن في آلاف الكيلومترات بينهم. نفس متوسط الحرارة، نفس كمية المطر، حتى شكل الرياح متشابه. وعلى أساس الاكتشاف ده اتولد مفهوم جديد اسمه الإقليم المناخي. الموضوع ببساطة كأننا بنعمل عائلات للمناخ. أي منطقة في العالم ليها نفس المواصفات المناخية بنحطها في نفس العيلة، أو يعني نفس الإقليم. ودي كانت أول وأهم خطوة خلت العلماء يقدروا يرسموا خريطة مفهومة لمناخ العالم. تمام. بما إنه بقى في حاجة اسمها أقاليم مناخية، يبقى السؤال اللي بعده على طول هو: طيب إيه اللي بيخلي المناخ يختلف من مكان للتاني من الأساس؟ يعني إيه هي القواعد اللي ماشية عليها اللعبة دي؟ العلماء لخصوا الإجابة في 3 عوامل رئيسية. ال3 دول بيشتغلوا مع بعض زي تروس في مكانها. أول حاجة، الموقع الفلكي. ودي ببساطة شديدة معناها إيه؟ معناها بعدك عن خط الاستواء. كل ما بنقرب منه الشمس بتبقى عمودية وأقوى، فالمناخ بيبقى أحر. تاني حاجة، الموقع الجغرافي. يعني المكان ده جنب بحر أو محيط يلطف الجو، ولا في قلب قارة بعيد عن أي تأثير بحري. ده بيفرق، وبيفرق جامد. وآخر حاجة هي التضاريس. القاعدة هنا بتقول كل ما بنطلع لفوق وبنرتفع عن سطح البحر درجة الحرارة بتقل، وعشان كده بنشوف قمم الجبال العالية متغطية بالتلج حتى لو كانت قريبة من خط الاستواء. باستخدام العوامل دي كلها، وخصوصا العامل الأول اللي هو الموقع الفلكي، العلماء قدروا يعملوا أول تقسيم كبير للعالم. قسموا الكوكب كله لمناطق أو أحزمة عريضة، كل حزام ليه خصائص حرارية معينة حسب هو بعيد قد إيه عن خط الاستواء. والجدول ده هو الهيكل العظمي لكل اللي هنتكلم فيه. بصوا كده، العالم متقسم لأربع نطاقات حرارية كبيرة. حوالين خط الاستواء ده نطاق الأقاليم الحارة. نطلع لفوق شوية أو ننزل لتحت شوية نلاقي الأقاليم المعتدلة الدفيئة. نبعد أكتر نوصل للأقاليم المعتدلة الباردة. وفي الأطراف خالص عند القطبين طبعاً دي الأقاليم الباردة. التقسيم الكبير ده هو اللي هنمشي عليه ونفصصه حتة حتة. طيب، خلينا بقى نغوص أكتر في التفاصيل، وهنبدأ بأول وأكبر نطاق، الأقاليم الحارة. بس خدوا بالكم، المنطقة دي مش كلها زي بعضها، مش مجرد مكان حر وخلاص. لا، هي نفسها متقسمة لأنواع مختلفة من المناخ، كل واحد فيهم ليه بصمة خاصة بيه. أول نوع عندنا هو الأقليم الاستوائي والشبه الاستوائي، وباين من اسمه ده المناخ اللي موجود على خط الاستواء بالظبط. تخيلوا كده مكان حرارته عالية ورطوبته الشديدة طول السنة، وممكن تمطر في أي يوم حرفيا. هو ده المناخ الاستوائي. ولو بصينا على الخريطة هنلاقيه متركز في 3 أماكن رئيسية بتضم أكبر غابات مطيرة في العالم كله. عندنا حوض الأمازون الضخم في أمريكا الجنوبية، وحوض الكونغو في قلب أفريقيا، وعلى آلاف الجزر اللي بتكون دولة إندونيسيا في آسيا. طيب، لو اتحركنا خطوة واحدة بس شمال أو جنوب خط الاستواء بنخرج من المناخ الاستوائي ده وندخل في النوع التاني، الإقليم المداري، أو اللي بيتسمى ساعات مناخ السافانا. هنا بقى الوضع مختلف شوية. السنة بتتقسم لموسمين واضحين قوي: صيف حر جدا وفيه مطر غزير،
والشتاء دافي لكنه جاف تماماً. الإقليم ده بقى منتشر على مساحات واسعة جدا، بنلاقيه شمال وجنوب المناطق الاستوائية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكمان بيمتد لأجزاء من جنوب غرب آسيا وشمال أستراليا، وحتى بيوصل لأقصى جنوب أمريكا الشمالية. النوع الثالث في عيلة الأقاليم الحارة هو الإقليم الموسمي، وده بقى حاجة خاصة جدا وموجود في أماكن محددة قوي. شهرته كلها جاية من الأمطار الصيفية الغزيرة جدا اللي بتسببها الرياح الموسمية المعروفة. الأقليم الموسمي ده هنلاقيه بشكل أساسي في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية في آسيا، وفي أفريقيا بنلاقيه في جزيرة مدغشقر وهضبة إثيوبيا، وفي أستراليا بيتركز في أقصى النقطة في شمال القارة. لاحظوا الدقة هنا، الأقليم المداري كان فيه شمال أستراليا، لكن الموسمي محصور فيه أقصى الشمال، وده بيورينا إزاي النظام ده دقيق. ودلوقتي خلينا نعمل نقلة كبيرة قوي، هنسيب الأقاليم المعتدلة دلوقتي وهنقفز من أكتر الأماكن حرارة في العالم لأكترها برودة. هنتكلم عن الأقاليم الباردة اللي عند أطراف الكوكب قرب القطبين. أول وأهم إقليم هناك هو التندرا. تخيلوا مناخ برد قارس بيسيطر على أطراف الكوكب. الشتاء بتاعه طويل جدا وضلمة وقاسي، والصيف عبارة عن أسابيع قليلة جدا درجة الحرارة فيها يدوب بتعدي الصفر بحاجات بسيطة. أقليم التundra ده عامل زي الحزام حوالين القطب الشمالي، هنلاقيه في شمال سيبيريا في آسيا وشمال أوروبا وشمال كندا وألاسكا، وفي نص القرى الجنوبي هو بيغطي قارة أنتاركتيكا بالكامل تقريباً، وشوية جزر صغيرة تبع أمريكا الجنوبية. الإقليم البارد الأخير اللي هنتكلم عنه النهاردة هو حالة خاصة قوي، مش بيعتمد على هو فين من خط الاستواء، يعني ممكن نلاقيه حتى في قلب المناطق الحارة. السر بتاعه هو العامل الثالث اللي اتكلمنا عنه من شوية، الارتفاع. ده هو الإقليم الجبلي، وده موجود فوق أعلى سلاسل الجبال في العالم. بنتكلم عن قمم الهيمالايا في آسيا، وسلسلة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، وجبال الروكي في أمريكا الشمالية. في الأماكن دي الارتفاع الشاهق هو اللي بيخلق مناخ قطبي خاص بيها، بغض النظر عن المناخ اللي حواليها تحت. طيب، بعد ما شفنا الأمثلة دي من أقصى الحر لأقصى البرد، الصورة الكبيرة بتبدأ توضح أكتر. النظام ده طلع مش مجرد أسماء وخرايط، دي أداة قوية جدا بتدينا لغة مشتركة ونظام منطقي عشان نقدر نفهم الكوكب المعقد اللي احنا عايشين عليه. والجملة دي بتلخص الفكرة كلها. مهمة العلم هنا إنه ياخد كل البيانات اللانهائية عن الحرارة والمطر والريح ويحولها لنمط، نمط نقدر نفهمه وندرسه، والأهم نتوقع إيه اللي ممكن يحصل فيه. وبكده نكون وصلنا لآخر محطة في شرحنا النهاردة، بس بنسيبكم مع سؤال مهم للمستقبل. النظام اللي شرحناه ده بيوصف عالمنا دلوقتي، لكن مع كل التغيرات المناخية اللي الكوكب بيعدي بيها، تفتكروا الخريطة دي ممكن تفضل ثابتة؟ وإيه اللي ممكن يحصل للمليارات من الناس لو الحدود بين الأقاليم دي بدأت تتحرك وتتغير؟ سؤال يستاهل مننا كلنا نفكر فيه.